السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله ازي وبركاته. حضرتك؟ الحمد لله بخير والله. الحمد لله. احنا بقالنا سنه ونص تقريبا. دلوقتي بعد الزراعات كنت حابه اخد منك كلمه او يعني اتفضل. تحكي لي تجربتك عن من اول يوم جينا فيه، لان الحمد لله النهارده يعني التطور اللي احنا وصلنا له الحمد لله. جميل جدا جدا. الحمد فاحكي لله. لي كده زمان كنت ايه ودلوقتي احساسك ونفسيتك عامل ازاي؟ لا بجد انا نفسيتي كانت وحشه جدا، ما كانش عندي امل بصراحه. الامل طبعا في ربنا كبير الحمد طبعاً. لله. طبعا بس لما جيت لحضرتك اديتيني امل كبير جدا جدا، ودتيني ريحتيني نفسيا الحمد لله. الحمد لله، واديتيني الثقه، لان انا بعد اسناني ما وقعت ما كانش عندي ثقه في نفسي، الحمد لله. وكنت بتضرب من الناس، ما كنتش بضحك، ما كنتش بتكلم. الحمد لله لما جيت وعملت لي الزرع الحمد لله، وعملت لي اسناني الحمد لله رب العالمين. عاملين فكين صح؟ وبضحك كمان اهوت. ضحكتك والقلب جميلة. انا بضحك والله العظيم، يعني في مواقف انا بحب اضحك فيها. ضحكتك جميله ما شاء الله. والله الله يرضى عليك، الله يخليك يا دكتور. شكرا انا يا فاكره دكتور. في الاول كنت بتقولي لي انا ما بقيتش بضحكش. اضحك والله. وكان لما يجي اي حد ضيوف عندنا ولا اي حاجه كنت بحاول ان انا ما اطلعش، وكان حد يجي لنا اقول لا ما تخليش حد يجي. مش عايزه اشوف حد، مش عايزه اشوف حد او حد يشوفني بالمنظر ده، المهم كان بيصعب أنا- عليا نفسي. يعني انا النهارده بعد تقريبا سنه ونص اهو احنا بعد ما عملنا سنة وثمان الاشعاعات شهور. يعني احنا هل في مشاكل قابلتك مثلا في الاكل لا. في التركيبه؟ لا. احنا بقالنا سنه ونص بنحاول ان آه. التركيبه تفك علشان لا الحمد لله. باكل مش راضية بلح باكل بلح، باكل كل حاجه. باكل حاجات والله العظيم انا كنت بعمل البلح على الخلاط، ما كنتش بعرف اكله برضه. طب الحمد لله دلوقتي الحمد لله. الحمد لله والله. مبسوطه جدا برايك ومبسوطه الله جدا يديك بالنتيجه اللي احنا وصلنا لها، وميرسي جدا على الكلمتين دول. الله يديك الصحه. شكراً. شكرا يا دكتور، نعم. شكرا على ذوقك، وشكرا على اللي انت عملته لي، ربنا وربنا يكرمك. يا رب دايما في الاحسن يا رب وتوسع ان شاء الله يا يا حبيبتي. رب، ربنا يا رب. يبارك فيك يا شكراً، دكتور. تسلمي. الله يخليك.